أعزائي المشاهدين، مساء الخير. فترة أسبوعين شبكة ميدان التابعة لقناة الجزيرة أعلنت عن إنتاج فيلم وثائقي جديد بخص الثورة السورية. قبل ما تعرض هذا الفيديو نزلت بوستر دعائي له على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا البوستر عمل ضجة كبير بين السوريين وصار في رفض كبير له، لأنه العنوان بيقول فلنتعلم الدرس للأبد، هكذا انتصر بشار الأسد. يعني بتحس هذا الشعار مثل قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد. الناس اعترضوا على هذا الشعار لأنه اعتبروه بداية تغير خط الجزيرة باتجاه الثورة السورية، وطالبوا شبكة ميدان بتغييره. شبكة ميدان استجابت للموضوع وعدلت العنوان وصار فلنتعلم الدرس للأبد، لماذا بقي بشار الأسد؟ لو الشباب ضاغطين أكثر كانوا يساووا لماذا تنحى بشار الأسد؟ هلا أنا اللي بعرفه لما بشتري بوظة صورة الغلاف بتكون أحلى من هيفا وهبي، بس لما بفتح الغلاف وبشوف البوظة بقول أهم شيء الأخلاق. بس ميدان ما عملوا هيك، ميدان حط صورة الغلاف سيئة والمضمون كان أحلى من صورة الغلاف. الأورينت إجت حبت تعمل أكشن بالموضوع، حطت صورة غلاف أحلى من صورة غلاف تبعت ميدان وكتبت سنعلمهم الدرس للأبد، هكذا ستنتصر الثورة على الأسد، لساتنا بالأبد والأسد. نحن لسه ما شفنا الفيديو، بس واضح من العنوان العاطفي إنه لما نفتح الغلاف راح يطلع لنا بس عود الخشب، مع انه الاورينت عودونا دائما على محتوى ابداعي، بس هاي الحركه للامانه كانت طفوليه. نجي بقى لمحتوى الفيلم الوثائقي. هذا الفيلم كان فيه انفصام، يعني مره بيكون عم يهين الاسد بكلام ومره بقول لك انه هو قوي وانتصر، ومع هيك المحتوى كان متعوب عليه كماده بصريه ما كماده توثيقيه، والمونتاج كان حماسي كتير. وفي نقطه بس لفتت انتباهي، كانت خطه عبقريه بالكامل، فبشار عرف تماما أن السيطرة على غير مراكز المدن لا تعني شيئا في معادلة الواقع السياسي. خطة عبقرية؟ بربكم هذا شكل واحد بيعمل خطة عبقرية؟ لك هذا أبوه بعته على لندن قال له روح تسلى بعيون الناس مشان ما تجي تخرب للحكم. يعني لو باسل عايش لحد اللحظة كان أقصى شغلة ممكن يحصلها بشار إنه يكون أدمن صفحة باسل على الفيسبوك. لك هذا إذا بتقول له عرف الذكاء شو راح يقول؟ علينا بالبداية أن نعرف الفرق بين الذكاء والتذاكي. وجاي تقول لي عبقرية؟ إيه نوع عبقرية عم تحكوا عنها؟ من كلامكم مبين إنه بشار لحاله قدر يواجه الثورة، ما استعان بحد أبدا، مع إنكم بفيلم تاني عم تقولوا غير هالكلام. كانت البداية في سبتمبر 2015، فقد طلب الأسد النجدة من بوتين ليدخل عسكريا. لا للأمانة هاي خطة عبقرية، إنك تستنجد بالروس هاي أعبقر خطة بالتاريخ. نرجع بقى لسؤال ميدان، لماذا بقي بشار الأسد؟ ولحتى نعرف جواب هالسؤال لازم نرجع فلاش باك بالتاريخ ونعرف كيف كانت التوازنات الدولية وشو كانت أسعار كراسي الحكم بالمزاد الوطني. بعد الاستقلال دخلت سوريا بمرحلتين من التنافس الدولي عليها. المرحلة الأولى كان تنافس بين بريطانيا وفرنسا وأمريكا، هاي المرحلة امتدت لغاية نهاية انقلاب الشيشكي الثاني. المرحلة الثانية كان صراع نفوذ بين روسيا وأمريكا، وهاي المرحلة امتدت لغاية يومنا هذا. وبكل مرة كانت هالدول تستفيد من صراعات داخلية وتدعم طرف مقابل طرف، ولكن بشرط إنه ينفذ طلباتها، يعني إذا بتنفذنا طلباتنا ندعم انقلابك. بعد خروج الانتداب الفرنسي عاشت سوريا حالة ديمقراطية برئاسة شكري القواتلي. ديمقراطية يعني كان أي مواطن بيقدر ينتقد الرئيس عادي، وبنفس الوقت كان في مشاكل بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية بسبب محاولات الجيش للتدخل بالسياسي. فحاول السياسيين يحجموا الجيش وصاروا يضخموا أي قصة صغيرة، مثل قصة السمن المغشوش اللي اشتراها الجيش واللي السياسيين حولوها لمادة إعلامية ضخمة كتير، فصار أي جندي يمرق بالشارع الناس ينادوا له سمني سمني. هذا الشيء خلق حالة من الغضب عن ضباط الجيش ووحدهم لهدف واحد اللي هو الانتقام. نشأ عن هذا الشيء خلية داخل الضباط خططت لعمل انقلاب بقيادة حسني الزعيم. فرنسا وأمريكا شموا ريحة خلاف داخلي، قالوا اجت على رجليها. ليش؟ لأنه أمريكا كانت عم تحاول تمرر مشروع تمديد خط التابلاين اللي هو تمديد أنابيب لإيصال النفط السعودي للموانئ السورية لحتى يوصل لأمريكا، بينما فرنسا كانت عم تحاول تمرر مشروع ربط النقد السوري بالنقد الفرنسي. المشروعين كان رافضهم البرلمان رفض قاطع، فكان لابد من دعم انقلاب حسني الزعيم لتمرير هالمشروعين. قبل الانقلاب بفترة صغيرة اضطر البرلمان السوري يوقع على هدنة مع إسرائيل، ولحتى الانقلاب يكون مبرر تحججوا الانقلابيين بتوقيع البرلمان السوري على هدنة مع إسرائيل، فاعتبروا هالشيء خيانة ليكسبوا رضا الشارع الغاضب لهي الهدنة. وبالفعل نجح الانقلاب واستلم حسني الزعيم الحكم، وتم توقيع اتفاقية التابلاين لأمريكا واتفاقية النقد لفرنسا، واستمرت الهدنة مع إسرائيل اللي بسببها صار الانقلاب. من جهة ثانية كانت بريطانيا ضد هذا الانقلاب لأنه كان هدفها عمل اتحاد بين سوريا والأردن والعراق ليكونوا تحت سلطة التاج البريطاني، فحركت سامي الحناوي الطامع بالسلطة لينقلب على صديقه حسني الزعيم لتمرير موضوع الاتحاد مع العراق. الولايات المتحدة قالت له ما بعترف بهذا الانقلاب لحتى اضمن استمرار العمل بمشروع خط التابلاين، ولما ضمنت صار الانقلاب اسمه نظام شرعي. واستمر صراع النفوذ بين الدول على سوريا، وهذا بيدعم انقلاب بيرجع هذاك بيعمل انقلاب، بيرجع هذا بيعمل انقلاب على هذاك الانقلاب، لغايه ما صحيت هالدول على حقيقه انه الاتحاد السوفيتي صار بمصر، فقرروا انه يتوحدوا مع بعض ليواجهوا هذا النفوذ.
بعد الانقلاب على شي شكله رجعت الحياة السياسية للبلد، تشكل البرلمان، تشكلت الأحزاب، كان بوقتها حزب البعث العربي الاشتراكي عنده شعبية قوية بين الناس، ولأنه الاشتراكية قريبة من الشيوعية فكان من الطبيعي أنه الحزب يتحالف مع الاتحاد السوفيتي. بهداك الوقت تركيا والعراق وقعوا على اتفاقية الدفاع المشترك لمواجهة النفوذ الشيوعي، فأمريكا ضغطت على الحكومة السورية للموافقة على الانضمام لهذا الحلف. هالشيء أعطى حزب البعث فرصة مثالية لحتى ياخذ البلد باتجاه الحلف السوفيتي المصري، والشعب بالفعل كان بده هذا الشيء، وتمت الوحدة مع مصر بتنازل الرئيس شكري القوتلي للرئيس جمال عبد الناصر. هذا الاتحاد خوف بريطانيا وامريكا، خصوصا انه بريطانيا كانت خسرانه العراق لمصلحه الاتحاد السوفيتي بعد ما صار انقلاب فيه على الحكم الملكي، فقررت امريكا وبريطانيا يعملوا انقلاب ينهي هاي الوحده، فاستعانوا بعبد الكريم النحلاوي اللي نفذ انقلاب ناجح، وصارت سوريا لحالها بعيده عن مصر ورجعت اقرب للعراق منا لمصر. رجع حزب البعث عمل انقلاب سنه 63 واعاد سوريا للحلف المصري العراقي اللي كلهم حلفاء للاتحاد السوفيتي. كل الانقلابات كانت تستر بغطاء القضيه الفلسطينيه لانها كانت القضيه الاولى عند الشعب السوري، فكان كل انقلاب يقولوا انا انقلبت على اللي قبلي لانه كان خاين للوطن ولهالقضيه. لكن غلط الانقلابيين انه كانوا يحطوا كل البيض بسله حليف واحد، وجميع الانقلابات ما عرفوا كلمه سر البقاء باستثناء حافظ الاسد. حافظ الاسد تعلم من اللي قبله وعرف انه ما لازم تحط كل البيض بسله وحده، لذلك قسم على كذا حليف. اول بيضه كانت بسله اسرائيل، عمل سلام مبطن معهم، تنازل عن الجولان، امن لهم الحدود، وهيك ضمن الرضا الاسرائيلي والامريكي. ثاني بيضه كانت بسله الشعب، عن طريق رفع شعارات المقاومه والموت لاسرائيل، وهيك ضمن رضا الشارع عليه. البيضه الثالثه كانت بسله الاتحاد السوفيتي، عمل تحالف طويل الامد معهم، وهيك ضمن في حال وقع رح يكون في دوله قويه تحميه. وبعد ما مات حافظ واستلم ابنه بشار بقيوا البيضات بنفس السلال، ولكن بشار ضاف بيضه جديده بسله ايران. بسنه 2011 بدات الثوره السوريه لاسباب داخليه كثير، منها القمع، الاستبداد، سرقه ثروات البلد. هاي الثوره شكلت لاول مره تهديد لعرش بشار. كان من مصلحه امريكا دعم الثوره لانهاء الوجود الروسي بالشرق الاوسط بشكل كامل، لكن اسرائيل ما كان بدها ينتهي، كان بدها بس يضعف لحتى يبتعد عن ايران. بنفس الوقت كانت سوريا بالنسبه لروسيا اخر قاعده عسكريه بالشرق الاوسط، وكانت بالنسبه لايران الجسر الواصل بينها وبين حزب الله. هالشيء اعاد سوريا لدائره الصراع الدولي، وكاد بشار يفقد كرسيه لولا التدخل الروسي باخر لحظه، بس هذا التدخل ما كان بالمجان، كان ثمنها تدخل كبير كثير، قواعد عسكريه بالساحل السوري لمده 48 سنه، بالاضافه لعقود استخراج الفوسفات وحق التنقيب عن الغاز بالساحل السوري، هذا بالاضافه لتواجد عسكري كبير بكل المناطق السوريه اللي تحت سيطره النظام، وطبعا صلاحيه اتخاذ القرارات الخارجيه بايد روسيا. يعني بالمحصله كان الثمن هو بيع سوريا بعقود رسميه. خلاصه هالكلام انه البلد كانت عايشه بمزاد وطني، وكان ثمن الكرسي بالبدايه عباره عن تمرير عقود وتحالفات حتى وصول حافظ الاسد للحكم، اللي دفع سعر اعلى من البقيه واللي هو هضبه الجولان، وبقى هذا السعر اعلى شيء لغايه ما اجى بشار وحطمه تماما عن طريق دفع سوريا كلياتها للروس، بينما المعارضه ما عندها اي رصيد تفاوض عليه الدول، وهذا اللي حرص عليه النظام طول فتره الثوره عن طريق استمرار العمل بكل مؤسساته الداخليه والخارجيه وحتى الرياضيه، وحتى انه حارب ليبقى جواز السفر منوط فيه حصرا ليثبت لكل الدول بما فيهم اسرائيل انه اذا بدكم تشتروا انا البياع. سلام.